في الفترة الأخيرة اختلط بين الشباب معنى الجريمة ومعنى الشهادة. النهاردة أنا هديك معيار تقدر تفرق بين الجريمة وبين الشهادة في سبيل الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أقل من دقيقة أو نص هديك معيار حقيقي تقدر تفرق ما بين الجريمة وما بين الشهادة. أولا لازم نعرف إن سبب اختلاط الشباب ما بين إن هم مش قادرين يفرقوا ما بين الشهادة وما بين الجريمة ظهور بعض الجماعات المتطرفة، طبعا على رأسها داعش وبوكو حرام وغيرها. طب دلوقتي انا اقدر اعرفك الفرق ما بين الجريمة والشهادة في آية واحدة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. تفسير الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى لم ينهانا أن نحسن إلى الذين لم يقاتلونا ولم يخرجون من ديارنا أن نحسن إليهم وأن نعدل بينهم. التعرض لبعض الأجانب أو السياح الذين يزورون بلادنا جريمة أم شهادة؟ جريمة، لأنهم لهم حق العهد وأنهم ليسوا محاربين إنما هم زوار لهذا البلد. التعرض لبعض السفارات والانفجارات التي تدور هنا وهناك جريمة أم شهادة؟ جريمة، لأن بيننا وبينهم عهد وأنهم ليسوا محاربين. السؤال الذي يطرح نفسه: فلسطين المحتلة فك الله أسرها، من يقاتلوهم؟ اليهود. لو أن لنا جار يهودي يعيش مثلا في بلادنا مصر لا يجوز البتة التعرض له، لأنه له حق الجوار والأمن والعهد وأنه ليس هو المحارب الأصلي. يا رب تكون الفكرة اتضحت ويكون شبابنا على وعي كافي، لأن هذه الجماعات المتطرفة هي التي تخلط بين الأمور بين الجريمة والشهادة، إما عن طريق تمويل خارجي أو إفساد عقيدة المسلمين لتكون مثلا غايتها إفساد الدين لإظهار الإسلام بصورة لا تليق به ويصدون عن دين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.